كان يا مكان في أوضة صغيرة فوق السطوح عايشة بنت اسمها تاليا. الأوضة كانت بسيطة قوي، سرير قديم، مكتب رجله مكسورة، وشباك بيبص على بيوت شبه بعض. بس بالنسبة لتاليا الشباك ده كان بيبص على الدنيا كلها. تاليا كانت بتصحى بدري كل يوم، تلبس الزي اللي لونه باهت من كتر الغسيل، وتفطر لقمة سريعة، وأمها دايماً تقولها: شدي حيلك يا تاليا، العلم هو اللي هيطلعنا من هنا. بس في حاجة تانية كانت بتطلع تاليا من أي ضيق: الرسم. أول ما تمسك القلم الدنيا تهدى، ترسم بيوت، شوارع، وبنات شبهها، وأحياناً ترسم نفسها دايماً وهي مبتسمة. في المدرسة كان في بنات بيضحكوا على شنطتها القديمة وعلى جزمتها اللي مقطوعة من جنب. تاليا كانت تسمع بس تعمل نفسها مش سامعة، وترجع أوضتها وترسم أكتر. وفي يوم المدرسة أعلنت عن مسابقة رسم، الجايزة منحة كورسات رسم وأدوات جديدة. تاليا فرحت، وبعدين قلبها وقع، وقالت لنفسها: مين هيبص على واحدة زيي؟ دول أكيد هيختاروا اللي معاهم أدوات حلوة. عدى يوم واتنين وهي مترددة، وفي آخر يوم للتسليم وهي ماشية في الممر شافت لوحة كبيرة مكتوب عليها: حلمك يستاهل المحاولة. وقفت قدامها شوية وبعدين قالت: حتى لو ما كسبتش أنا حاولت. قعدت طول الليل ترسم. رسمت بنت واقفة على سطح بيت ماسكة نجمة في إيدها، والمدينة كلها تحتها منورة. تاني يوم سلمت الرسمة وإيدها بتترعش. عدى أسبوع، وفي طابور الصبح المديرة نادت اسمها. قلب تاليا دق بسرعة. قالت المديرة: الفايزة بالمركز الأول تاليا حسن. تاليا ما كانتش مصدقة. رجعت أوضتها يومها وعيطت، بس مش عياط زعل، عياط فرح وخضة. مسكت الكشكول القديم وقالت: انت اللي وقفتي معايا. ومن اليوم ده تاليا بدأت تصدق إن الفقر مش عيب، وإن الحلم مش للأغنياء بس، وإن اللي عنده حاجة جواه لازم يطلعها للنور. ومن أوضة السطوح بدأت الحكاية.